السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض نوع من الافران بحشوة الملبن، حاجة كده ما شاء الله تحفة جدا. بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجة لو حابة تعملي الخطوات دي على العجان اعمليها على العجان، مفيش اي مشكلة. معايا 200 جرام من اللبن اللي هي كوباية، اللي هو المج بتاع الشاي، تمام. اللبن بتاعك يكون دافي. ومعايا كوباية من السمنة على زيت او سمنة بس او زبدة على زيت، بس ما ينفعش ان هي تكون زيت خالص. معايا معلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة. وهنا لازم السمنة بتاعتك تكون بدرجة حرارة المطبخ او تكون دافية خالص علشان خاطر ما تموتش الخميرة، تمام. هنبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض لحد ما يندمجوا مع بعض كويس جدا، وتحسي ان هما الخميرة والسكر دابوا في المكونات بتاعتنا. بعد كده معايا 4 كوبايات من الدقيق اللي هي نص كيلو من الدقيق، وعليه رشة ملح صغيرة خالص خالص خالص. طبعا السكر زي ما قلنا حابة تخليه 3 معالق خليه، انا خليته 2 لان الحشوة هتبقى ملبن، تمام. فعلشان ما تبقاش كلها العملية مسكرة في بعضيها. لكن لو حابة ان انت تزودي السكر بتاع العجينة شوية زوديه، مفيش اي مشكلة. هنبدأ في الخطوة دي نعجن كويس جدا كده. وانت بتعجني حسيتي ان انت العجينة، طبعا علشان كل دقيقة غير التاني زي ما احنا عارفين. انا في العادي كنت بحط نص كيلو دقيق، كانت العجينة بتبقى طرية معايا وحلوة وبوصل للقوام اللي انا عايزاه. لكن الدقيق بتاعي النهاردة كان محتاج شوية سوائل شوية، فابتديت ان انا ازود له حوالي ما يجيش ربع كوباية لبن او مية. لو عايزة تزودي بمية زودي بمية، وكمان لو عايزة تعجني بلبن بلبن او مية اعجني بلبن او مية. بدأت ان انا ازود شوية صغيرة كده من اللبن، وابتديت ان انا اعجن في العجينة كويس جدا. لازم نخدم العجينة كويس جدا علشان خاطر تبقى ناعمة تحت ايدينا واحنا شغالين، وما تبقاش مشققة زي عجينة القراقيش كده. في الوقت ده قعدت اعجن فيها لحد ما لقيتها ناعمة تحت ايدي خالص، وهو ده القوام المطلوب بتاعنا. بتاع العجينة، عجينة طرية تحت ايديكي كده، وفي نفس الوقت تحسي ان هي بقت ناعمة تحت ايدك، وفي نفس الوقت ملهاش عرق زي القرص، يعني ملهاش عرق. تيجي تشديها من بعضيها كده تلاقيها بتتشد زي القراقيش بالظبط. وده بيكون القوام بتاعها. بنبدأ في الخطوة دي نغطيها بس كده لحد ما بنحضر الحشوة، مش اكتر من كده. يعني حتى لو محضرة الحشوة من قبلها مفيش اي مشكلة، بتغطيها بس حوالي 3-4 دقايق ان هي بس ترتاح، مش اكتر من كده، مش عايزينها ان هي تخمر. بعد كده انا معايا ربع كيلو من الملبن، وابتديت ان انا احط عليه معلقة من السمنة صغيرة، وابتديت ان انا اعجنه واشكله على هيئة كور. طبعا بتبقى على حسب حجم القرصة اللي انت عاملاها. انا القرصة بتاعت النهاردة كانت 25 جرام، عملت الملبن حوالي 10 جرام او 9 جرام. ومعايا شوية هنا من جوز الهند، وشوية جوز الهند دول لازم يكونوا ناعمين، هما كانوا خشنين ضربتهم في الكبة لحد ما نعموا. تقدري تستغني عن الخطوة دي خالص، مفيش اي مشكلة لو انت مش حابة ان انت تحطي جوز الهند في الوصفة. بعد كده هنبدأ بقى نجيب العجينة بتاعتنا وهنبدأ نفردها قدامنا شوية كده، وبنبدأ بقى ان احنا نشكلها. بتاخديها بقى، عايزة تعملي الكورة 20 جرام اعمليها، عايزة تعمليها 25 اعمليها، عايزة تعمليها اكبر من كده براحتك. بس هي بتبقى في الافران حوالي 25 جرام. بنبدأ ان احنا نوزنها كده على الميزان لحد ما توصل حجمها للي احنا عايزينه. ولو مش حابة ان انت تستخدمي الميزان، النص كيلو هيعمل معاكي حوالي من 38 او 39 قرصة صغيرة. وبنبدأ ان احنا نكورها كده، وبنبدأ ان احنا نشتغل الكمية كلها بتاعتنا. وفي الوقت ده بيكون جنبك كيس تلاجة نضيف او كيس نايلون اللي هو النضيف ده، وتبدأي ان انت تغطي بيه العجين بتاعك. ما تغطوش بقماشة ولا بفوطة، احنا عايزين نغطيه بكيس، بس لازم يكون طبعا كيس نضيف. بنبدأ نخلص بقى الكمية على الشكل ده. وفي نفس الوقت لازم تمدجيها، يا اما تمدجيها على الرخامة، يعني ان انت تخليها ناعمة كده، يا اما تمسكيها ما بين صوابعك زي ما انا ماسكاها كده، وبتبدأي ان انت تنعميها بكف ايدك لحد ما بتنعم العجينة معاكي خالص. وبتبدأي ان انت تكوريها وتحطيها جنب اخواتها. في الوقت ده وانتي شغالة طبعا هتكون اول حاجة احنا اشتغلنا فيها ارتاحت، وبتحسي ان هي خلاص حجمها كبر عن بقية الكور.
ولما بتيجي تمسكيها في ايدك بتلاقيها طريه كده تحت ايديكي، تقدري ان انت تتحكمي فيها. وزي ما انتوا شايفين انا مغطيه العجين بتاعي بالشكل ده. بنبدا بقى نجيب الحشوه بتاعتنا وبناخد اول كوره وبنبدا ان احنا نفتحها. شايفين حجمها تضاعف ازاي؟ بتفتحيها وانت بتفتحي ما بتضغطيش على النص قوي علشان الحشوه بتاعتنا ما تطلعش من القرص. تمام. طبعا لو حابه الملبن اقل من كده يعني هتشوفيها في اخر الفيديو، لو حابه الملبن اقل من كده بتصغري حجم الملبن بتاعك، لو حابه كتير زي ما انا عاملاه كده براحتك، مفيش اي مشكله برضو. كل حاجه في ايديكي وزي ما انت عايزه، المهم ان العجينه بتاعتنا تطلع مظبوطه في الاخر. وبنبدأ بقى نحشيها ونقفل عليها كويس جدا عشان الحشوة ما تطلعش زي ما قلنا. وبنبدأ ان احنا نحطها في جوزة الهند وتسويها كده، وبتبدأي تحطيها في الصاج. الصاج بتاعنا هنا ما بيكونش مدهون اي مادة دهنية، لان القرص بتاعتنا المادة الدهنية بتاعتها كتيرة، فمش محتاج ان احنا ندهنه. يعني مجرد ما بتحركيها كده تشوفيها استوت من تحت او خدت لون ولا لا، بتطلع معاكي بكل سهولة. وكمان بنراعي ان احنا نبعد المسافات ما بين كل قرصة والتانية، لان حجمها بيتضاعف شوية وعلشان ما تلزقش في بعضيها. تمام. نبدأ بقى نرص القرص بتاعتنا كلها ونخلص الكمية ونشوف الخطوة اللي بعد كده. شايفين انا ببعد ما بين كل واحدة والتانية، ومجرد ما انا بحطها في الصاج بضغط عليها ضغطة بصوابعي خفيفة خالص، ان انا بظبط شكلها علشان شكلها في الاخر يبقى مظبوط وشكل دايرة. دي الكمية كلها بعد ما خلصت بالشكل ده. على ما خلصت تاني صاج كان اول صاج حجمه تضاعف وكان خامر معايا، ابتديت ان انا اشغل عليه الفرن على طول واسويه. وهقولك التسوية دلوقتي، بس الكلام ده لو في الصيف، لكن لو في الشتاء هتسيبيه شوية لحد ما حجمه يتضاعف وبعد كده بتبدأي ان انت تدخليه الفرن. تمام. بنبدأ ان احنا نسخن الفرن بتاعنا على درجة حرارة 200، بتسخنيه حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. وبعد كده بتحطي الشبكة بتاعتك في النص او اللي هو التاني الرف من تحت مثلا، وبتبدأي ان انتي تدخلي الصاج. اول ما بياخد لون ذهبي كده من تحت تبدأي ان انتي تولعي عليه الشواية ياخد اللون المطلوب. ما تخليهاش تحمر معاكي من تحت قوي علشان خاطر لما بنطفي عليها من تحت ونولع من فوق الصاج بيبقى سخن، فبتبتدي ان هي تاخد اللون المطلوب في الاخر. تمام. بنبدأ بقى احنا نطلعها. عايزاها طرية قوي بتبدأي ان انت تغطيها بكيس تلاجة شوية صغيرة كده حوالي 5 دقايق وبعدين تشيلي الكيس. تمام. وبعد كده بتبدأي ان انت تقدميها وبألف هنا وشفا. طبعا لو حابة ان انت تخزنيها بقى بتحطيها في اكياس، وبعد ما تبرد لازم تبرد بتعبيها في اكياس وبتبدأي ان انت تحطيها في الفريزر وتنزليها قبل الاكل بحوالي بنص ساعة او بساعة. طبعا انا اتعاملت معاها وهي سخنة، لما بتبرد بتبقى احلى واحلى كمان. وبكده نكون خلصنا الوصفة بتاعتنا النهاردة وبألف هنا وشفا مقدما ان شاء الله للي هيجربها. ما تنسيش تحطي لايك للفيديو، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.